السلام عليكم يا جماعة. النهاردة هنعمل مع بعض حاجة من أروش وأجمد الحاجات اللي ممكن تعملها في البرمجة. النهاردة هنقدر نقول مع بعض كده وداعا لكل الباك اند انجينيرز ونقاشين بلدنا، عشان النهارده احنا هنبقى النقاشين دول ان شاء الله. عشان احنا النهارده هنرسم خط على الشاشه. كنا اتكلمنا قبل كده عن ان الاشكال اللي بتشوفها مترندره قدامك دي بتبقى مكونه من يا اما مثلثات او حاجه تانية اسمها كوادز. وفي الفيديو اللي عملته هنا على السوفت وير راسترايزيشن كنت اتكلمت عن ازاي ترندر الاشكال المكونه من شويه مثلثات كتير قوي دي. زي ما انت عارف فالمثلث الواحد عشان ترسمه بيبقى محتاج 3 نقط، وكل نقطه من دول بيبقى ليها اكس وواي. فالمره اللي فاتت قلت لك ازاي النقط ده بتجيبها وازاي تحطها على الشاشه بتاعتك وترسمها على البيكسلز. والنهارده جه دور ان اقول لك ازاي توصل ما بين النقط ديت وبعضها عشان تكون في الاخر المثلث بتاعك. ولو رسمت اول مثلث ده معناه انك تقدر ترسم اي شكل بعد كده، لان كل الاشكال زي ما قلت لك معظمها بتبقى مكونه من مثلثات، ودي الحاجه اللي احنا مهتمين بيها الفتره ديت. انت كانسان الموضوع بسيط وسهل بالنسبه لك. كل اللي هتعمله هتمسك القلم بتاعك الجميل وتقوم مديها الخطين الجمال بتوعك، واديك وصلت اهوت ما بين النقط وبعضها. ولكن للاسف الكمبيوتر مش بنفس مستوى ذكائك. ما ينفعش تقول له خد 3 نقط اهم ويلا وصل لي ما بينهم، لا، لازم الاول تعرفه يعني ايه خط وازاي بيترسم وهيترسم على ايه اصلا. فمن الاخر كده هو محتاج حاجه اسمها الجوريثم، اللي هو عباره عن set of instructions او مجموعه من الخطوات بيمشي عليها واحده واحده عشان يعرف المشكله اللي قدامه ده بتتحل ازاي ويديك ناتج في الاخر. فالمشكله بتاعتنا دلوقتي ان احنا عايزين نعرف ازاي نرسم خط على الشاشه. طيب عايزك تتخيل معايا ان دي الشاشه بتاعتنا هي عباره عن فلات سكرين وفي شويه مربعات كده اللي هي البيكسلز بتاعتنا، وعندك اهوت في محور اكس ومحور واي. يعني بنفترض مع بعض كده شويه حاجات. تخيل معايا اني حطيت لك نقطه هنا وكمان واحده هناك، وقلت لك تعرف تحسب المسافه ما بين النقطتين دول على محور الاكس. العادي انك هتقول لي والله الاكس هنا كانت ب2 وبقت ب8، يعني المسافه اللي خدتها عشان توصل من النقطه دي للنقطه الثانيه هي عباره عن 6. واللي انت عملته ده بيسموه دلتا اكس، ودلتا دي هي رمز بيدل على التغير في شيء، يعني كنت ايه وبقيت ايه. فعايزين نعرف بقى مقدار التغير ده. فالستة اللي انت جبتها ده عباره عن مقدار التغير ما بين النقطه الاولى والنقطه الثانيه في الاكس. طيب تعالى كده نجيب مقدار التغير في الواي. هتلاقي ان الواي بتاعتنا كانت 2 وفضلت 2 ما اتغيرتش. يعني مقدار التغير هنا اللي هو عبارة عن واي 2 ناقص واي 1، اللي هو الواي التانية ب2 والواي الأولى برضك ب2، يعني 2 ناقص 2 بصفر. فكده بقى مقدار التغير في الإكس بيساوي 6 وفي الواي بيساوي صفر عشان الواي ما اتغيرتش. حلو قوي. انت دلوقتي شايف شويه بيكسلز قدامك اهو من النقطه دي للنقطه التانية. لو قلت لك ارسم خط، الكلام ده معناه ايه؟ معناه انك هتمسك القلم وهتمشي على كل بيكسل من البيكسلز اللي عندك عدد من الخطوات، وتلون كل بيكسل بنفس لون النقطه الاولى، وفي الاخر هيبقى عندك خط. فتعالى نعمل كده مع بعض. هنمشي على كل بيكسل ونلونها ونعد عدد الخطوات اللي هنمشيها مع بعض. ادي كده 1 2 3 4 5 6. احنا مشينا كده 6 خطوات عشان نوصل للنقطة التانية، وفي كل نقطة كنا بنلون البكسل اللي بنقف عندها بلون النقطة اللي هو الأخضر اللي انت شايفه قدامك. لو لاحظت هتلاقي ان عدد الخطوات اللي مشيناها بيساوي الدلتا اكس اللي احنا جبناها في الاول، ودي مش صدفة، هو موضوع منطقي جدا. يعني المسافة بتاعتنا في الاكس عشان نوصل من النقطة دي للنقطة دي كانت عبارة عن 6 بيكسلز. يبقى منطقي جدا ان انا امشي 6 خطوات عشان اوصل من النقطه دي للنقطه دي، وفي كل خطوه الاكس بتاعتنا كانت بتزيد بمقدار واحد زي ما انت شايف كده. لو انا كنت 2 بقيت 3 4 5 6 وهكذا. تعال نشوف طيب المثال دوت مع بعض. هحط لك بردك نقطه هنا ونقطه فوق بقى. تعال نحسب كده التغير في الاكس. هتلاقي ان الاكس بتاعتنا كانت 2 وفضلت 2 ما اتغيرتش، يعني مقدار التغير هنا بصفر، الدلتا اكس بتاعتنا بصفر. تعالى بقى نشوف الواي. هتلاقي ان الواي كانت 3 وبقت 7، يعني المسافة ما بين النقطة دي والنقطة دي عبارة عن 4، اللي هو 7 ناقص 3 ب4. طيب تعالى نرسم خط زي ما عملنا من شوية. هنمشي من النقطة دي للنقطة اللي فوق، وكل ما نروح لبيكسل هنلونها بنفس لون النقطة الأول اللي هو الأخضر ده، وهنعد بردك مع بعض عدد الخطوات اللي هناخدها عشان نوصل للنقطة التانية. ادي كده عندك 1 2 3 4. طلعوا 4 خطوات. المرة دي عدد الخطوات بيساوي الدلتا واي، لأن المرة دي التغير في الإكس بصفر فالتغير في الواي أكبر، عشان كده عدد الخطوات بيساوي الدلتا واي. في المرة اللي فاتت كان التغير في الإكس أكبر من الواي، عشان كده عدد الخطوات كان بيساوي الدلتا إكس. فكده نستنتج إن عدد الخطوات اللي هيمشيها الكمبيوتر هيساوي الدلتا الأكبر ما بين الإكس والواي. يعني أنا مثلا لو جاب لي نقطتين
وحسبت الدلتا اكس والدلتا واي بتوعهم، ولقيت ان الدلتا واي هي الاكبر، فده معناه ان عدد الخطوات هيساوي الدلتا واي. طيب لو كان الدلتا اكس هي الاكبر، فده معناه ان عدد الخطوات هيساوي الدلتا اكس. طيب كده احنا جبنا اول قطعتين من اللغز بتاعنا، ناقص لنا حاجه واحده بس. في اول مثال في كل خطوه خدناها الاكس بتاعتنا لو خدت بالك كانت بتزيد بمقدار واحد في كل مرة، بينما في المثال التاني الواي بتاعتنا هي اللي كانت بتزيد بمقدار واحد في كل مرة، والاكس بتاعتنا ثابته ولا بتزيد ولا بتقل. يعني في المثال التاني عندنا احنا مشينا 4 خطوات صح. اول مره الاكس بتاعتنا كانت ب2 والواي ب2، بعد كده لما مشينا تاني خطوه الاكس بتاعتنا كانت زي ما هي 2 ولكن الواي زادت 1 فبقت 3، وفضلت تزيد لحد ما وصلنا للنقطه الاخيره. فازاي اعرف في كل خطوه الواي بتاعتي والاكس بيزيدوا بمقدار قد ايه؟ عشان مش دايما الموضوع هيبقى سهل وبسيط، وفي كل مره او في كل خطوه الكمبيوتر يمشيها يزود على الاكس 1 والواي 1. احنا بس حالفنا الحظ المره دي واخترنا ارقام سهله، فبالتالي كان بيزيد في كل مره بمقدار واحد بس في الاكس او في الواي. هو الموضوع بسيط جدا، احنا بنشوف فرق المسافه ما بين النقطه الاولى والنقطه الثانيه اللي هو عباره عن الدلتا، ونقسمها على عدد الخطوات اللي المفروض امشيها. والموضوع منطقي جدا، يعني انا دلوقتي اديتك مسافه معينه فقلت لك انا عايز اقطع المسافه ديت في 4 خطوات بس، فانا عايز اعرف في كل خطوه لازم امشي قد ايه. فبكل بساطه انا هقسم المسافه بتاعتي ديت على عدد الخطوات اللي هم 4. فالمسافه بتاعتي هنا في الواي كانت 4، من النقطه الاولى للنقطه الثانيه المسافه بتاعت الواي كانت 4، ومن حسن حظنا ان عدد الخطوات برضك 4. لو قسمت الاثنين على بعض هيديني 1، اللي هو في كل خطوه همشي بيكسل واحده، يعني كده في كل خطوه هزود على الواي 1. طيب بالنسبه للاكس لحسن حظنا برضك ان المسافه بتاعت الاكس كانت بصفر، لاننا ما اتحركناش في الاكس خالص، فصفر على عدد الخطوات اللي هو 4 هيطلع بصفر برضك، عشان كده الاكس بتاعتنا فضلت ثابته زي ما هي ما اتحركتش. طيب تعالى ناخد مثال يوضح الدنيا دي اكتر بارقام مختلفه. تعالى نقول ان انا عندي نقطه عند الاثنين والاثنين هنا، وعندي نقطة تانية عند الستة والتمانية. طيب تعالى نحسب الحاجات بتاعتنا ونشوف هنمشي كام خطوة، وفي كل خطوة هنرسم البكسل بتاعتنا فين لحد ما نوصل للنقطة اللي عندها يكون الخط كله اترسم. أول حاجة هنجيب الدلتا اكس والدلتا واي بتوعنا، والأكبر فيهم هو هيبقى عدد الخطوات أو الستبس اللي هناخدها عشان نرسم الخط بتاعنا. فدلتا اكس هنا بتساوي 6 ناقص 2 اللي هي ب4، ودلتا واي بتساوي 8 ناقص 2 اللي هي ب6. فهنا الدلتا واي طلعت أكبر من الدلتا اكس، يعني عدد الستبس بتاعنا هيساوي القيمة بتاعت الدلتا واي اللي هو 6. يعني الكلام ده معناه اننا هنمشي 6 خطوات عشان الخط بتاعنا يترسم. طيب في كل خطوة محتاجين نعرف هنزود الواي بكام والاكس بتاعتنا بكام. فزي ما قلنا بنقسم المسافة ما بين النقطة الأولى والنقطة التانية بتاعت الاكس أو الواي على عدد الستبس اللي احنا هناخدهم. فالمسافة ما بين النقطة الأولى والنقطة التانية عبارة عن الدلتا، فتعالى كده نجيب الدلتا اكس بتاعتنا بتساوي 4، وعدد الستبس بتاعنا بيساوي 6. فلو قسمنا 4 على 6 واختصرنا الكلام دوت هيطلع لنا في الاخر تلتين. طيب تعال نخزن الرقم دوت كده في فاريبل نسميه اكس انكريمنت. التلتين دول هي دي القيمه اللي انا هزود بيها الاكس في كل مره. يعني في الخطوه الاولى انا كنت 2 فهزود عليها تلتين هبقى 2 وتلتين، بعد كده الخطوه اللي بعدها هزود كمان تلتين وهكذا. طيب تعال نجيب المقدار بتاع التغير في كل خطوه بتاع الواي. هو زي ما قلنا برضك عباره عن المسافه بين النقطتين اللي هو الدلتا، والدلتا بتاعتنا هنا هي 6، ف6 على عدد الستبس اللي هو 6 برضك هيطلع بواحد. يعني الكلام ده في الاخر معناه ايه بقى؟ معناه ان انا هبدا عند النقطه 2 و2 وهمشي من عندها 6 خطوات عشان الخط كله يترسم، وفي كل خطوه هزود على الواي 1 والاكس هزود عليها تلتين. وزي ما انت شايف فالجدول اللي قدامك ده بدأنا من أول نقطة لحد ما وصلنا لآخر نقطة، ودي كل القيم لو حبيت تحسبهم. لو جيت تعد على الجدول عدد الخطوات اللي احنا مشيناهم هتلاقيهم 6. ادي عندك 1 2 3 4 5 6 وبس كده. هي دي الدي دي اي درو ان لاين الجوريثم بتاعتنا. ولو انت عايز تكتب امبلمنتيشن فهي تبقى بالظبط زي اللي احنا عملناه من شويه. عندنا فانكشن اسمها درو لاين اهيت بتاخد مني نقطتين كل نقطه عندها اكس وواي وبتاخد مني لون. بعد كده جوه الفانكشن ديت بحسب الدلتا اكس بتاعتي والدلتا واي، والاكبر فيهم هو اللي عدد الستبس بيساويه زي ما انت شايف كده قدام. بعد كده بحسب الاكس انكريمنت والواي انكريمنت، ودول اللي احنا قلنا عليهم دي القيم اللي الاكس والواي هيزيدوا بيهم في كل مره همشي خطوه. وعندك اهوت زي ما انت شايف 2 فاريبلز بس اخزن فيهم القيمه الحاليه بتاعت الاكس والواي، وعملت فور لوب تيتريت عدد من الستبس اللي هو اللي انا حسبتهم فوق. يعني انا عايز الفور لوب ده تمشي عدد من الخطوات
اللي انا المفروض امشيها عشان الخط يترسم كامل. فاول الفور لوب ديت في فانكشن اسمها درو بيكسل، اللي هي بتاخد مني القيمه الحاليه بتاعه الاكس والواي، وبتاخد مني اللون اللي انا اديته للفانكشن، وبتروح عند البيكسل ديت وتقوم مغيره اللون بتاعها باللون اللي انا اديته لها. وبعد كده بزود القيمه بتاعه الكرنت اكس والكرنت واي، اللي هي القيمه الحاليه بتاعه الاكس والواي، بالاكس انكريمنت والواي انكريمنت اللي احنا جبناها لفوق، اللي هو في كل خطوه كانت الواي بتزيد بحاجه والاكس بتزيد بحاجه، فبنزودهم هنا في الفور لوب ده. وبس كده، هي دي كل الفانكشن بكل بساطه. طبعا في الجوريثمز كتير زي بريزن هام وغيرهم، ولكن ده مش موضوع فيديو النهارده الحقيقه. بالله عليك قول لي، دي مش اروش حاجه ممكن تكون شفتها بقالك فتره؟ هو الفكره مش بس في رسم الخط، على قد ما انت عرفت ازاي الجيم انجنز بترندر الاشكال اللي بتشوفها جواها، فالعالم حلو برضه.